السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدا النهارده نعمل فيديو كده. يعني كنت في المطبخ وكنت عامله فيديو كيكه، مش عارفه ممكن ينزل لكم قبل ده ولا بعد ده. دي الكوبايات اللي انا استخدمتها في الفيديو، فقلت عايزه المعها كده وشقلطها كده واظبطها. كوبايات مع الاستخدام بتصفر، فانا مليتها كلها كده نص كوبايه ميه، وحطيت خل كده زي ما انتم شايفين، وهدخلها على الميكرويف عدل. ما فيش ميكرويف يبقى ان انت هتحطي فيها ميه سخنه، ميه سخنه مغليه، ويتنقعوا فتره بس كده في الميه السخنه المغليه مع وتحطي عليه شويه خل بيلمع الكوبايات بطريقه غير طبيعيه. انا عملتها على حراره متوسطه، وعملتها دقيقه، وهرجع اعملها دقيقه مره تانية في الميكرويف. تمام. عايزه الميه دي تسخن جوه الكوبايه، وكوبايه تعرق من جوه عشان يبقى سهله ان انا انضفها وانها تلمع معايا. هجيب لكم بقى الكوبايه، وهستخدم السلك الخشن، او عايزه تستخدمي السلك الناعم استخدميه، وهدعكها من جوه كويس. وشايفين طرف الكوبايه كده من جوه بقى صابون، بقى اي صابون عندك. وكوبايه من تحت برضو بتعمل لون، برضو مره على مره بتعمل لون، والايد بتاعتها. ومن جوه بقى بسبب الشاي اللي بيقعد يخلي الكوبايات تصفر. ودعكه حلوه كده محترمه. وهكمل بقى بقيه الكوبايات كلها بنفس الطريقه بالسلك. ممكن ليفه، بس تكون الليفه خشنه شويه. تمام. وزي ما قلت لكم مش شرط ميكرويف خالص، يعني ممكن كوبايات تنقعها بس في ميه سخنه مع خل. وطبعا شويه خل مع الصابون دي هي اللي بيفرق على فكره في المواعين، بيلمعها وبيخليها تحفه. هبتدي بقى ان انا اشطفهم بقى كلهم بعد الدعكه المحترمه دي. وانا ما خلصتش الكوبايات كلها، في كوبايات بقى ما دعكتهاش. هوريكم بقى الفرق ما بين اللي احنا لمعناها وظبطناها، وما بين الكوبايات بعد التلميع. يعني دي اول واحده كده انا شطفتها، اوريها لكم بس كده على السريع. بتلمع في ايدي، هي بتلمع لوحدها اهي، شايفين؟ يعني احلى شاي على فكره بحب اشربه في الكوبايات الشفافه دي، يعني المج للنسكافيه والحاجات كده، لكن الشاي بالذات بحب اشوف لونه جوه الكوبايه. طبعا الكوبايه دي ما يخلاش البيت المصري، ما بيخلاش منها. فخلصنا كده كل الكوبايات. والكوبايتين اللي على اليمين دول دي اللي انا دي طبعا اللي في ايدي الشمال دي اللي انا دعكتها، واللي في ايدي اليمين قبل الدعك. هوريلكوا بقى، اشيل بقى الصينيه دي كلها واوريكم كده الاتنين جنب بعض، وازاي الكوبايه نورت كده والتانية مصفرة اهي. اللي في ايدي اليمين مصفرة، شايفين انت اكيد شايفين الفرق من غير انا ما اتكلم. اهو كل قعر الكوبايه ده برضو بيقعد يغير كده مع الاستخدام. شايفين في فرق طبعا واضح جامد جدا. لا طبعا لو عملتيها كده اول باول كوبايتك هتفضل جديده على طول، اكنك لسه شاريها. بس نصيحه كده بسيطه كده، وفيديو صغير كده، نصيحه للعرايس بقى اللي في بيتهم ان هم يحافظوا على كوباياتهم. الحاجات بقت غاليه، فنلمع كده ونظبط حاجاتنا عشان حاجتنا دايما تبقى افضل ان هي اكنها جديده. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اهم حاجه تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتشجعوني. يلا، السلام عليكم.